عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. بنصور دلوقتي من اجمل واشهر الاماكن في اسكندرية، وهي حدائق المنتزه. وزي ما حضراتكم شايفين زحام شديد جدا على بوابات الدخول لحديقة المنتزه. طبعا احنا لسه في عيد الفطر المبارك، فطبعا طبيعي جدا تكون حديقة المنتزه فيها زحام شديد جدا على بوابات الدخول. طبعا هندخل دلوقتي حديقة المنتزه ونشوف الحديقة بعد التطوير، ونشوف كمان كل الأنشطة الترفيهية اللي اتضافت للحديقة. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. دخلنا كده حدائق المنتزه، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في ناس كتير جدا داخل الحديقة. سعر تذكرة الدخول 50 جنيه للفرد، والأطفال اللي في سن 5 سنين بيدخلوا فري. طبعا سعر تذكرة الدخول بعد التطوير اتغير تماما. كانت قبل كده سعر تذكرة الدخول 25 جنيه، ودلوقتي طبعا سعرها 50 جنيه. حديقة المنتزه دايما بتكون واجهة مميزة في الأعياد. طبعا زي ما احنا عارفين كل سنة المنتزه بتكون واجهة رئيسية للكثير جدا من الزوار في العيد. وخلال الفيديو ده هنشوف مع بعض أجواء العيد في المنتزه والأجواء المبهجة. كلنا طبعا شايفين في زحام شديد جدا داخل حدائق المنتزه، وكل الزوار دول جايين من مختلف الأماكن للاستمتاع بالعيد وسط المساحات الخضراء والأجواء المختلفة. بعد التطوير حدائق المنتزه مش بس مكان للراحة، لكن مكان للتنزه والاستمتاع بالأجواء في العيد. شايفين الحديقة قد ايه جميلة قوي، الأشجار والمساحات الواسعة اللي بتخلي الناس يتحركوا براحتهم. كتير جدا من العائلات بيقضوا وقت ممتع في اللعب وسط المناظر الطبيعية الخلابة. شايفين منظر الأشجار والورد، بجد المنظر جميل جدا. أما الأنشطة اللي موجودة في المنتزه، في كتير من المناطق الترفيهية للأطفال والكبار، وأماكن مخصصة للعب زي ركوب العجل زي ما شفنا من شوية. والجديد بقى اللي موجود في حدائق المنتزه وهو الجولف كار. ممكن تأجروها تلفوا بيها الحديقة كلها من غير طبعا ما تتعبوا، لأن مساحة الحديقة كبيرة جدا. اهي دي عربيات الجولف كار اللي عدت من شوية. سعر الفرد 20 جنيه. كمان موجود باركنج للجولف كار قريب جدا من بوابة الدخول، عشان لو ما لقيتوش العربيات الجولف دي موجودة هتلاقوها في الباركنج الخاص بيها. حديقة المنتزه موجودة في أقصى شرق اسكندرية، وهي من الحدائق الملكية الشهيرة. مساحة الحديقة أكتر من 370 فدان. بعد تطويرها أصبح فيها بحيرات صناعية وشلالات من أجمل المناطق بالحديقة، خاصة مع مساحات اللاندسكيب والبرجولات الشجرية المنتشرة في الحديقة. موجود كمان فنار المنتزه وقصر المنتزه اللي كان من الاستراحة الصيفي للخديوي عباس حلمي، وهو من أهم القصور الملكية في مصر. وتم إنشاء حدائق المنتزه من حوالي 130 سنة. كان أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني قرار بإنشاء حديقة كبرى بمحاذاة شاطئ البحر، وأمر بإنشاء قصر جميل جدا وهو قصر السلاملك. واللي قام بإنشاء القصر هو مهندس يوناني اسمه ديمتري. قام ببناء القصر على الطراز النمساوي السائد في القرن ال19 على طابع معماري فلورنسي في عهد الملك فؤاد الأول والملك فاروق. أضيف إلى الإنشاءات بالحديقة قصر الحرملك التاريخي والصوبة الملكية وكشك الشاي والفنار. واعتبرت الأسرة العلوية الحديقة مصيف رئيسيا للأسرة المالكة حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952. فتحت كل أبواب الحديقة للمواطنين للاستمتاع وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام على شواطئها. كده احنا ماشيين في طريقنا للبحر عشان نشوف برضو أجواء البحر داخل حدائق المنتزه.
شايفين هنا تم تغيير الأسفلت اللي كان موجود في الطريق وتركيب مكانه الانترلوك. تم عمل كمان مكان لسير العربيات ومكان لسير الجولف كار ومكان للمشاة. يعني شكل الطريق متقسم ل3 شوارع، كأنه 3 شوارع بالظبط. سرعة العربيات هنا بتكون على سرعة 20 بس طبعا، سرعة هادية جدا داخل الحديقة. موجود أكتر من فندق داخل حدائق المنتزه، فندق بالاس هوتيل وفندق السلاملك وفندق ريكسوس ناريمان اللي بدل عايدة، وفي كمان السوبر الملكية وليها دخول خاص لوحدها. سعر تذكرة الدخول 25 جنيه. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم في كمان كشك الشاي اللي تبع الملك فاروق ورسوم الدخول 50 جنيه. طبعا هنا مفيش اي تطوير خالص في كشك الشاي زي ما هو. تقدروا تعرفوا اسعار اي فندق من على موقع booking.com. ده كده في اتجاهنا ماشيين للبحر، وطبعا هيقابلنا فندق السلاملك على ايدينا الشمال من ناحية البحر. بدأنا كده يظهر قدامنا بحر المنتزه بوضوح جدا، وما زلنا مكملين مع حضراتكم الجولة داخل حدائق المنتزه في عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده كده اللي امامنا فندق السلاملك. شايفين قد ايه المكان جميل جدا والحديقة نظيفة تماما. يعني طبعا في اتباع للتعليمات على نظافة المكان، وعشان كده الحديقة دايما جميلة ونظيفة. ف يعني رجاء المحافظة على نظافة المكان زي ما تحبوا تشوفوه. طبعا هتلاقوا في كل مكان في باسكت تقدروا ترموا فيه اي حاجة بدل ما نرميها على الارض عشان المكان يفضل جميل. هنا بقى وصلنا عند البحر وشايفين جمال البحر جميل جدا، وتقدروا تاخدوا جولة كمان على كوبري المنتزه تتفرجوا على جمال البحر. بصوا الجمال بجد. الحديقة جميلة جدا. انصحكم ان انتوا تيجوا تزوروها. انا عارفة ان انتوا بتحبوا المنتزه وفيها زوار كتير جدا من مختلف المناطق، مش بس سكان اسكندرية اللي بيجوا للمنتزه. المنتزه بيجي لها ناس من مختلف الاماكن. حبيت تشوفوا الاجواء ناحية البحر. ودلوقتي هنسيب البحر وهنتجه لقصر المنتزه عشان تشوفوا جمال القصر. طبعا القصر جميل جدا، هنشوفه مع بعض من خلال الفيديو. كده سيبنا البحر بقى ورجعنا تاني عشان نروح في اتجاهنا لقصر المنتزه الجميل من اجمل القصور اللي موجودة داخل حدائق المنتزه. اماكن كتير جدا في اسكندرية تقدروا تتفسحوا فيها وتخرجوا خروجات العيد. طبعا منها المنتزه وانطونيادس والقلعة، وفي كافيهات كتير جدا زي كافيهات جليم باي وزاووك وتيفولي دوم. وطبعا شواطئ اسكندرية موجودة ومتاحة خلال العيد. دي كل اماكن اسكندرية. مش بس كده، ممكن تروحوا كمان بحري تستمتعوا بالاجواء هناك وتقضوا بقى وقت عند الشيخ وفيق وايس كريم عزة واماكن كتير جدا. وبرضو في شواطئ في بحري تقدروا تستمتعوا باجواء العيد.
وصلنا كده عند قصر المنتزه القصر جميل جدا وطبعا محيط بيه أشجار ومناظر كتير طبيعية خلابة، فالقصر جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. حدائق المنتزه من أبرز المعالم اللي بتفضل على مر الزمان. المنتزه مش مجرد حديقة جميلة، لأ ده مكان بيجمع ما بين التاريخ والجمال الطبيعي والأنشطة الترفيهية اللي موجودة في حدائق المنتزه. مش هننسى طبعا ان المنتزه ليها طابع خاص في كل عيد، لكن في عيد الفطر 2025 الاجواء اكتر من روعة، لان طبعا الحديقة تم تطويرها، فالموضوع هنا مختلف تماما وتم اضافة انشطة كتير جدا داخل الحديقة. العيد مميز جدا في المنتزه سواء للأسر أو الأفراد اللي حبوا يقضوا وقتهم وسط الطبيعة والهدوء. المنتزه هو المكان المثالي لعشاق الطبيعة والراحة النفسية. شايفين الجمال قد ايه؟ منظر الأشجار جميل جدا، وطبعا بيخلي الراحة النفسية جميلة جدا وفي أكتر من رائعة. ما زلنا موجودين أمام قصر المنتزه وبنتفرج على روعة الحديقة من الأشجار، وكمان في زوار كتير جدا موجودين في الحديقة طبعا خلال أيام عيد الفطر المبارك. شايفين اهو موجود بساقط كتير جدا للقمامة عشان محدش يرمي اي حاجة على الارض ويشوه طبعا جمال الحديقة. احنا عايزينها زي ما هي كده جميلة ونظيفة، نقدر نستمتع بيها في اي وقت من غير ما يكون في منظر مشوه للحديقة. ده كده شكل قصر المنتزه من الخارج، ولكن هنحاول نقرب مع حضراتكم ونشوف شكل القصر من حوالين الحديقة. في ايه تاني غير القصر المنتزه؟ بصوا هنا بنحاول نقرب كده، ده الشكل قصر المنتزه من على قرب. بصوا في اماكن جميلة جدا داخل القصر، وطبعا القصر محيط بالاشجار والازهار، والمنظر جميل جدا. فاحنا هنحاول نقرب تاني وندخل داخل الحديقة نفسها بالتصوير، نشوف حديقة قصر المنتزه من الداخل. شايفين هنا كده دي الجولف كار اهي، طبعا بتلف بيها كل المنتزه. كده التصوير ده من داخل حديقة قصر المنتزه. شايفين الجمال، شايفين البرجولة اللي موجودة أمام القصر، بجد المكان جميل جدا. بصوا أنا بحاول أقرب لكم بالصورة عشان تشوفوا المنظر بوضوح. كده بقى متجهين ناحية البحر، وهنشوف بقى جمال فنار المنتزه. في أماكن كتير جدا موجودة في المنتزه، تقدروا تاخدوا صور تذكارية كتير جدا، وكمان ممكن تعملوا سيشن حلو جدا في المنتزه. فيها أماكن كتير جدا عند البحيرات وعند الحدائق وعند الكوبري اللي هو بيكون خشبي، وأماكن كتير جدا ينفع يتعمل فيها سيشن، وينفع طبعا تتاخد فيها صور تذكارية.
كده ده قصر المنتزه اللي كنا بنصور عنده دلوقتي. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في كمان تقدروا تأجروا عجل للأطفال يلعبوا بيه والجولف كار موجود في كل مكان، عشان طبعا الناس اللي ما تقدرش تلف كل الحديقة يقدروا يستمتعوا بجولة جميلة جدا من خلال الجولف كار. شايفين ده كده فنار المنتزه. طبعا بحاول اقرب لكم الصورة عشان تشوفوا بوضوح. طبعا المكان جميل جدا، وفيه اماكن كتير تقدروا تستمتعوا بالاجواء فيها. وشايفين هنا المكان ده حلو قوي للتصوير كمان، بيكون الصور فيه جميلة جدا. شايفين الفنار في نص البحر ازاي، والاجواء ممتعة هنا جدا في المكان ده. بصوا قد ايه البحر هادي، والامواج هادية جدا، ولون البحر ازرق، والسما صافية، فالجو جميل جدا وممتع للاستمتاع بعيد الفطر المبارك داخل حدائق المنتزه. بعد تطوير المنتزه تم زيادة عدد الوحدات الفندقية بالفنادق داخل الحديقة، وتم إنشاء بحيرات صناعية بتربط بينها 3 شلالات من الأحجار الطبيعية على مساحة 31 ألف متر مربع، بالإضافة لعمل البحيرة كخزان مياه لري حدائق قصر المنتزه بطاقة إجمالية حوالي 20 ألف متر. وتم رفع كفاءة البوابات والأسوار بإجمالي 2600 متر. تم كمان رفع كفاءة المنشآت المحيطة منها طاحونة الهواء وصهريج المياه، ورفع صيانة برج الساعة الأثري وإعادته بنفس آلية عمله القديم. وتضمن مشروع التطوير لتحويل كابينة الرئيس السادات تتحول لمزار سياحي وتاريخي، بالإضافة إلى إنشاء 31 كابينة لهواة التخييم. وطبعا تم ترميم قصر السلاملك تحت إشراف وزارة الآثار، وإعادة افتتاح المطعم الأزرق والأجنحة الملكية، وتوفير خدمات القصر زي النادي والقاعات والمطاعم، ورفع كفاءة الكورنيش الممشى الأزرق الممتد بطول 5 كيلو متر، وإعادة تأهيل المنشآت الملحقة بجزيرة الشاي، كشك الشاي والأحواض السمكية وفنار المنتزه زي ما شفناه من شوية، وإضافة إلى إعادة إنشاء قرية البارادايس على طراز القرى الساحلية للبحر المتوسط بإجمالي عدد 152 غرفة متعددة المستويات. شايفين هنا المكان ده جميل قد ايه اللي انا بصور عنده دلوقتي. بجد المكان حلو قوي. الحديقة المنتزه اتغيرت تماما عن الاول، في ناس مؤيدة للتطوير وناس حابة المنتزه على شكلها القديم، ولكن احنا مع التطوير، وطبعا مش هنقاطع بلدنا ولازم نزور حدائقها ونستمتع بالاجواء اللي موجودة في اسكندرية. دلوقتي هنشوف مع بعض برج الساعة اللي تم تطويره طبعا مع الاحتفاظ بشكله الأثري، وهنروح كمان للبحيرات وهنشوف شكلها ايه بعد التطوير. كل ده هنشوفه في خلال الفيديو، فتابعوا الفيديو للنهاية. شايفين كده اللي بعمل لكم عليه زوم ده مبنى برج الساعة اللي تم تطويره مع الاحتفاظ بشكله الأثري. طبعا المبنى شكله جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا شكل الأشجار الجميلة اللي موجودة في حدائق المنتزه. هنا طبعا دي براجولا الناس بترتاح فيها. يعني التصميمات حلوة جدا. كل اللي موجود في المنتزه مريح جدا للأعصاب، كل الأشجار وكل الأزهار اللي موجودة، الناس بتستمتع بأجواء العيد في اسكندرية داخل حدائق المنتزه.
هنا بقى وصلنا عند البحيرة، وزي ما حضراتكم شايفين جمال البحيرة ومحيطة بالأشجار. المكان جميل جدا. في طبعا عدد من الناس كبير جدا موجودة على أحد بحيرات الموجودة في حدائق المنتزه، لأن طبعا هي مش بحيرة واحدة بس، هي 4 بحيرات. فدي واحدة من البحيرات اللي موجودة. شايفين قد ايه كم الزوار اللي موجودين حوالين البحيرة. طبعا هنا الطريق المحيط بالبحيرة، الأجواء جميلة جدا. كل عواميد النور دي بتكون شغالة بالليل طبعا لإضاءة الإنارة داخل حدائق المنتزه. كل ده طبعا تم تطويره بالنسبة للبحيرات والإضاءة كمان اللي موجودة داخل الحديقة. ما زلنا موجودين عند البحيرة بنصور الأجواء. بصوا هنا في بط موجود داخل البحيرة. والله يعني لفتة جميلة منهم ان هم حاطين بط كده داخل البحيرة. فالأجواء جميلة جدا موجودة داخل حدائق المنتزه. بصوا الجمال. طبعا هنا الصور التذكارية بتبقى جميلة جدا جدا حوالين البحيرة والأشجار. بصوا المحيطة بالبحيرة قد ايه الأجواء جميلة جدا. وفي كمان الكوبري الخشبي ده اللي الناس بتعدي عليه، فهنا تقدروا تاخدوا من عليه أجمل صور تذكارية. بصوا شايفين قد ايه المكان جميل جدا بعد التطوير. حبيت انقل معاكم اجواء العيد في اسكندريه من اجمل الحدائق اللي موجوده، حدائق المنتزه. بصوا البط اللي كان موجود في الميه طلع فوق اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتحب المنتزه. ولما سالتكم قبل كده هتروحوا فين في اسكندريه في العيد، في اكتر تصويت جه على المنتدى كان للمنتزه. فحبيت ان انا اصور المنتزه معاكم وتشوفوا اجواء عيد الفطر من داخل حدائق المنتزه. شايفين دي كده الشلالات الصناعية اللي موجودة داخل حدائق المنتزه. بجد المكان حلو قوي، والكوبري الخشبي ده كمان تحفة. بجد التصميم حلو قوي وعجبني، والشلال ده كمان عجبني جدا. ده كده شكل المنتزه بعد التطوير. فيها اماكن كتير جدا اتغيرت. طبعا كل التصوير ده مش كل المنتزه، ده جزء بسيط من المنتزه. في جزء تاني هينزل لحضراتكم بباقي الجزء اللي فاضل اللي مصورتهوش. بصوا هنا برضو في شلال تاني، شلال برضو صناعي. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.